أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هم دول بقى اللي مهروم لا يقدر بفلوس. يعني وانت داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم لما تلاقي حد زي كده بتدفع فلوس كتير وانت مطمن. يلا السلام عليكم يا جماعه. احنا كنا بنقفل الحلقه ودخل علينا كده بنت ما شاء الله تبارك الرحمن عليها وفي يعني في لبسها محتشمه ومحترمه جدا. ربنا يا رب نشوف باقي بناتنا كلها شبهها يعني محترمه جدا. المهم ان هي فاجئتني كده بتقول لي ان انا ايه، بقول لها لو عندكم حد هنا في المنصوره ان احنا نزلنا وسالنا ما لقيناش حد كويس يعني، او ما لقيناش حد زي ما شفنا في اسكندريه. فهي بقول لها يعني ما عندكمش حد كويس في المنصوره؟ او قالت لي انا ما شاء الله انا يعني ختمه حاجه بسيطه من القران وصوتي ما شاء الله كويس. ان شاء الله نسمعوا صوتها وان شاء الله نشوفوها يعني كده. في كليه ايه؟ نتعرف بيك الاول. أنا سمية في كلية تربية طفولة قسم فئات خاصة. قسم ايه؟ فئات خاصة. فئات خاصة. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. يعني والله. انت ازهر ولا عام ولا؟ لا أنا عام، أنا كنت عام. طب ايه اللي حفظك القرآن مثلا؟ وأنا كنت حفظت جزء منه بس بسبب عشان أنا شغالي بالدراسة وكده اللي أنا حفظته طبعا نسيته ورجعت أحفظه تاني، بس الشيخ الله يرحمه مات. ربنا يغفر له ويرحمه. طب ماشي، انت الشيخ الله يرحمه مات ما شاء الله عليك، عايزين نكمله بقى. أيوه بإذن الله يعني دعواتكم بإذن الله. لازم نكمله بقى. طب ماشي تقولي لنا حاجة بقى كده ان شاء الله صوتك ربنا يبارك فيك يا رب. تمام، أقول الآية اللي حضرتك مشهور بيها. ماشي توكل على الله. أحاول قدر الإمكان بإذن الله. ان شاء الله تقوليها كويس. تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف وكذاب. اقسم بالله انا مبسوط بقى. يعني اول يوم نصور النهارده في المنصوره كنت بروح والله زعلان، لان احنا ما شفناش حد يعني كويس. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب نشوف بناتنا كلها زيك. هم دول بقى اللي مهروم لا يقدر بفلوس. يعني وانت داخل كده بسم الله الرحمن الرحيم لما تلاقي حد زي كده بتدفع فلوس كتير وانت مطمن. ليه مطمن اصلا؟ عشان انت بتدفع فلوس بتطمن بيها على عيالك وعلى مستقبل عيالك هيبقوا طالعين عاملين ازاي. ما شاء الله تبارك الله. ونعم الزوجه تكون في البيت ونعم البنت ونعم التربيه. ربنا يبارك في والدك. هو والدك يعني اللي حسك ان انت تحفظي القران وكده؟ والدي ومامتي يعني ربنا يخليهم. والدك ومامتك هم اللي حفظوكي مع انك مش في ازهر. لا مش في ازهر، ولكن انت يعني ما شاء الله صوتك جميل جدا. الله يخليك. طب في حاجه تانية مثلا انت حافظاها او انشوده حابه تقوليها؟ هو انا مش بعتاد انشودات قوي. تمام. طب قران بس يعني بتحبي تقري قران بس؟ طيب مثلا قمر سيدنا النبي حاجات زي كده برضه مش حافظاها؟ هو انا حافظاهم بس عشان في العالم ما بحبش يعني ماشي. طيب ماشي. طب القران مثلا؟ ايوه في القران. طب حابه حاجه تانية تقوليها معانا؟ قولي مثلا حاجه تانية، حاجه انت حباها مثلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك. انت اقل حاجه تعمليها انت في تربيه طفوله، هي دخلت الكليه بتاعتها اصلا، هي دخلت كليتها. يعني اول مره اشوف حد هي ما شاء الله دخلت كليه تربيه طفوله، عشان المنتج اللي هي هتطلعه المفروض ما يبطلش انتاج. دي يعني مصنع انتاج للاطفال، دي يعني مصنع انتاج للاطفال. ما شاء الله انا عندي عيالي هجيبهم لك اقسم بالله. اسمك استاذه سميه؟ ربنا يبارك في عمرك استاذه سميه، والله العظيم انا مبسوط ان انا شفتك. ممكن ما نكملوش تصوير في المنصوره، خلاص ممكن نروح النهارده. كل سنه وانت طيبه، وسلمي على والدك ووالدتك والله. ربنا يبارك فيك يا رب.